مساء الخير، ايه الاخبار؟ هنتكلم النهارده عن مسلسلات رمضان. تاني اسبوع خلاص من رمضان عدى، في مسلسلات كتيره قفلت وفي مسلسلات لسه هتبدا، فهنتكلم على اللي قفل ونص اللي فات من الحشاشين. بص انا الصراحه كده مش قادر اقف اخد عزبوله لوحدي. صار ابوك ما صابناش غير الهم. نبدا بمسلسل مسار اجباري، ده بطوله احمد داش وعصام عمر واخراج نديم خان. المسلسل 15 حلقه زي ما قلنا المره اللي فاتت، والمفروض ان هو كان ايقاعه بقى سريع، واحنا قلنا ان 15 حلقه احسن عشان الحلقات تمشي بسرعه وما يبقاش فيه تطويل ولا مط. بس الحلقات اللي فاتت كان فيها مط زياده اكتر، وكان فيها احداث مش مهمه. يعني كل شويه العيله تخرج وتتفسح وتنبسط، ما كانش مهم قوي الكلام ده كله. والمفروض ان احنا خلاص واصلين للنهايه، فالمفروض الاحداث تبقى مشوقه اكتر. بس ده ما حصلش. شخصيه بقى وليد المغازي ان هو كل مره يطلب نفس نص فرخه مشويه والكلام ده، هو الفكره لذيذ وجميل يعني، وكان لما بيتكرر كان بيجيب. بس في اخر حلقه احنا في المحكمه يعني مش مكانه خالص ان هو يتقال. فما كانش اختيار حلو بصراحه انه يقول. هنجيب ناس هنقلب الدنيا عليهم وهناخد حقي وحقي. الموضوع كبر ولا ايه؟ ابوك شكله كان خطر يا عادي. يعني انت جايب واحده زي جوري بكر اللي هي بتعمل دور سناء، اللي هي المفروض جزء يعني او ضلع من الضلوع بتاع مثلث الشر بتاعنا. هي طول الوقت رافعه نفس الحاجب بتاع جعفر العمده، فيعني الشخصيات الكرتونيه اللي كانت مرسومه في جعفر العمده اللي كانت لايقه شويه على الاحداث، ان انت بتجيب خير قوي وشر قوي عشان يحصل الكونتراست، فالناس تتفاعل ونتلم على القهاوي والكلام الجميل ده كله. ما ينفعش في المسلسل بتاعنا. المسلسل بتاعنا انت بادئ بالشخصيات ان هي المفروض تتصدق وان القصه بتاعتنا حقيقيه. فمش معقول عشان هي جانب الشر تفضل رافعه الحاجب وبتزعق وبتصرخ وبتضايق في غيرها، فاهم؟ مش حلوه خالص. ورشدي الشامي المفروض ان هو عامل المحامي اللي طالع بدور الشر برضه مش لايق. ما هو تحسه مش نافع اصلا في الشخصيه، كل شويه ياكل نفس الاكل بتاعه والبطاطا وبعدين يشرب السيجار البني الغريب ده. مش لايق خالص. وبعدين بقى شخصيه مسعد المفروض ده اللي هو البلطجي بتاعه اللي بيمشيه يعمل له كل البلاوي بتاعته. يعني ايه واحد المفروض ان هو بلطجي كل ما يجي يتكلم يقعد يضحك على كلامه؟ ده غلط يا جماعه، مش معقوله اللي انتوا بتعملوه. محسن منصور ده المفروض ان هو ممثل كبير قوي وجامد قوي وعمل ادوار شر كتير قوي. مش معقوله ده يبقى الاستغلال بتاعه في دور الشر بتاعه. يمكن المحافظ على ادائه في المسلسل اكتر واحد فيهم هو احمد داش. عصام عمر يعني شويه وشويه مش قوي. مي الغيثي نفس الكلام. جانب الشر بصراحه وحش قوي، التمثيل فيه كل وحش مش مقنع خالص. يعني يمكن بسمه اللي كويسه شويه في دور الام، دي حاجه جديده عليها وحلوه بصراحه ان هي تبقى دور الام. بس يعني ده كلام شويه عن التمثيل في المسلسل لحد دلوقتي. هو جانب الخير كسب في النهايه، ودي حاجه ما كنتش عايزها بصراحه. انا كنت قاعد لحد الاخر مقلق لان هو كان في الكلام كده بينهم من حلقتين ثلاثه بيقول مش مصدق ان احنا ممكن بعد كل ده نخسر وكده. انا كان نفسي بصراحه يخسر، يعني يبقى الموضوع واقعي شويه وان يبقى عادي، مش لازم كل مره الخير بينتصر. بس في الاخر الخير انتصر يعني وتمام والدنيا حلوه. بس وبعدين بقى بعد ما الخير انتصر والمحكمه حكمت بالبراءه والحاجات الجميله دي كلها، في مشهد ليهم هم بيجروا على كوبري قصر النيل والمسلسل قفل. فايه القفله العجيبه دي؟ تحس ان هم بعد ما عملوا كل حاجه وتعبنا في المسلسل، احنا كسلنا بقى ان احنا نقفله نهايه محترمه. فطلصق واجري وعملنا مسلسل وخلاص وخلصنا 15 حلقه. المسلسل كانت امكانياته حلوه قوي وقصته حلوه قوي وكان ممكن يطلع منه اكتر من كده. بس يعني لا، اللي هم عملوه في الاخر ده كان وحش قوي بصراحه. دكتور حمدي عبد الرحيم، الطب الشرعي. دكتور عرب السيد من المصلحة. عرب السيد فني مع دكتور حمدي. السلام عليكم. تاني مسلسل معانا بقى هو اشغال شقه، بطوله هشام ماجد واسماء جلال وتاليف شيرين دياب وخالد دياب واخراج خالد دياب. المسلسل بدأ بداية نارية، كان الضحك فيه عالي قوي وكان حلو قوي، لكن الريتم ابتدى يقل شوية والضحك ابتدى يقل شوية. هو موجود زي ما هو والناس بتضحك بس مش زي الأول، لحد ما وصلنا لآخر حلقة. آخر حلقة بقى دي هي حلقة الأفنجر تقريبا. الحلقة اللي أنا الكلام اللي أنا هتكلم فيه دلوقتي ده حرق، فاللي ما شافش آخر حلقة ما يعني فايتة كتير، لأن فعلا آخر حلقة تقريبا هي أحسن حلقة في المسلسل كله. أنا لما شفت اللقطة دي أنا قلت إحنا خلاص داخلين على عظمة. كل حاجة وكل واحد استخدموه من أول حلقة لحد الحلقة اللي قبل الأخيرة كان معانا في آخر حلقة. ده فايده بقى كتابه الشخصيات بتاعتنا، ان الشخصيات كانت مكتوبه من الاول حلوه قوي، فلما استخدمناها صح. وادي يا سيدي البامبرز. انت جايب لي اتنين؟ مش هم اتنين؟ توأم؟ كل شغاله طلعت في اول حلقه لحد اخر حلقه طلعت معانا. وكان يعني اللي مبين فيهم قوي او اللي مميز فيهم قوي كانت شخصيه انتصار وشخصيه ايمان السيد. يعني هم دولت اللي علموا قوي اكتر ناس، وكان اكتر اتنين جايبين ضحك. ولو انا هردت ضيوف الشرف يعني طول المسلسل فبيتهيألي ان ايمان السيد هي اللي هتكسب بسبب جمله انزلوب واطلعوب، ودي بصراحه كانت ممتازه جدا. وفكره ان انت تستخدم انتصار بالمكالمه بتاعتها والرغي بتاعها والشخصيه بتاعتها اللي هي بصراحه كانت ممتازه جدا ومضحكه جدا، وعناية اللي كل شويه بتعملها دي.
هم كانوا مستخدمينها في الخلفيه قوي طول الحلقه، فكانت حلوه جدا بصراحه يعني، حتى لو انت مش مركز هي صوتها على طول شغال في الخلفيه ورا. نيجي بقى لشخصيه رحمه احمد اللي هي كانت عامله دور برضو شغاله من ضمن ضيوف الشرف يعني، كانت طلعت. رحمه احمد كان طلع عليها كلام ان هي تمثيلها وحش مش بتضحك بسبب الحلقات اللي عملتها في الكبير قوي. رحمه احمد لما بدات في الكبير قوي اول مره ليها او الموسم الاولاني ليها كانت جايبه مع الناس وضحك جميل والناس كلها كانت مبسوطه بيها. الموسمين اللي بعد كده مش احسن حاجه. هل ده معناه ان هي ممثله وحشه او مش بتضحك او كوميديه فاشله؟ يعني اللي اتفرج على المسلسل هيعرف ان اكيد الاجابه لا. وده بيبين الفرق في حاجه بسيطه جدا تقريبا الناس بقت تنساها ما بقتش تهتم بيها. الكتابه، فكره الكتابه، كتابه الشخصيه بتاعتك انت كاتبها بان هي تضحك ولا لا؟ هل هي بتقول افيهات وخلاص؟ هل هي بتقول افيه مش لايق على الحدث؟ هي كان طالعه ان هي واحده بتتدخل في كل حاجه وبتوقع بين الناس وبتاع، وكل مره كانت بتقول افيه كان لذيذ فكان بيجيب ضحك. فده بس الفرق بين الكتابه الشاطره اللي كانت موجوده في اشغال شقه والكتابه اللي مش احسن حاجه اللي كانت موجوده في الكبير قوي. وبرده الفكره ان احنا كل شخصيه استخدمناها، يعني هم الناس اللي احنا طلعناهم ضيوف شرف في الحلقات اللي فاتت لما استخدمناهم في اخر حلقه ولما جم في اخر حلقه هم ليهم لازمه، كل واحده هتعمل حاجه مبنيه على الشخصيه بتاعت قبل كده. مسلسل كان حلو جدا وتحفه وبصراحه يعني اتضايقت قوي ان هو 15 حلقه مع ان هو كان لايق عليه 15 حلقه، بس يعني انا كان نفسي يبقى اطول من كده. واتمنى ان لو النجاح بتاعه هيخلي الناس بتوعه يعملوا جزء تاني ما يعملوش كده. يعني انت نجحت ما تعملش جزء تاني عشان معظم الاجزاء التانيه في مصر سواء افلام او مسلسلات بتخيش يعني. فلو المسلسل حلو وعجبك والنجاح كان لذيذ وكل حاجه حلوه عايز تعمل حاجه شبهها اعمل حاجه شبهها ما تعملهاش هي، ما تعملش جزء تاني. نفس الطاقم بنفس التيم بتاع الكتابه والاخراج يعملوا حاجه تانية حلوه برضه. الناس دي عملت الجزيره كانت عامله حاجه جامده جدا وجد جدا واكشن جدا، عرفوا يعملوا حاجه كوميدي فواضح ان هم شاطرين قوي عموما في الكتابه وفي تفاصيل الشخصيات فيقدروا يعملوا حاجه كوميدي تاني، واكيد هستنى اشوف لهم شغل تاني قريب. تخيل مؤمن واحد من قلعة ألموت بخنجر وإيمان، كفيل إنه يهد دولة راسخة بقالها سنين عندها جيش ومال. معانا هو مسلسل حشاشين، مسلسل بطولة كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب واحمد عيد، اخراج بيتر ميمي وتأليف عبد الرحيم كمال. المسلسل كان يعني بدايته مش احسن حاجه، عادي ان احنا نقول ان هو بدايته مش احسن حاجه، يعني المسلسل دلوقتي بقى جامد جدا وقوي جدا بس بدايته كانت وحشه، عادي يعني ان احنا نقول حاجه زي كده. والحلقه اللي فاتت انا كنت اتكلمت على ان السي جي اي وحش وان هو يا جماعه لو انت عايز تعمل شويه دخان في الخلفيه هات شويه تبن وحرقوا. فتقريبا هم سمعوا الكلام ده وقاموا راحوا جابوا الخيام بتاعه جيش السلطان نفسها وقاموا حرقوها كلها فطلعوا دخان كتير. ما كانش قصدي للدرجه دي يا جماعه ما تافوروش، بس يعني هم عملوا اللي عليهم وزياده. السي جي اي كان ممتاز. هم ولعوا في الخيام كلها وقدموا لنا اشتباكات كتير وقدموا لنا واحده من احلى الحلقات اللي انا شفتها في مسلسل مصري في السنين اللي فاتت كلها، واظن ان هو احسن حلقه في الموسم الرمضاني ده السنه دي. حلقه 11 للي ما شافهاش لازم يشوفها، انت هتتفرج على حاجه نظيفه جدا 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 وخلاصه خبرات بيتر ميمي والتيم اللي معاه كله طلعت في الحلقه دي. أنا عايز الرعب يملى القلوب، وعايز كل اللي يعترض على دعوتنا يقتل بأبشع الطرق. الزاهد الثالث معانا بقى اللي هو اسمه برزك، اللي هو يعتبر الضلع الثالث في المثلث اللي بيقود جماعه الحشاشين. برزك اللي بيقوم بدوره سامي الشيخ مشاهد الاشتباكات بتاعته كلها ممتازه وباين قوي ان هو اتدرب وتعب فيها، بدايه من المشهد بتاع السجن لما كان بيهرب حسن الصباح لحد المشهد اللي عمله لما جيش حسن الصباح اشتبك مع جيش السلطان، والمعركه الصغيره اللي كانت ما بينه وما بين قائد الجيوش اللي كان بيقوم بدوره محمد حمدي. الاثنين كانوا عاملين معركه بسيطه قوي في خيمه كانت حلوه جدا وباين ان هم تعبوا فيها والتقطيع فيها كان قليل قوي والاشتباكات فيها كانت جديده. كل حاجه في الحلقه كانت حلوه بس الاثنين دول بالذات انا مركز عليهم لان هم واضح ان هم عاملين كل المشاهد بنفسهم، مفيش حد بيقوم بالادوار دي، الكاميرا جايباهم من اول لقطه لاخر لقطه. طبعا بقى الحلقه دي كبيره قوي ففيها مجاميع كتير وفيها ناس كتير قوي، كل ده التحكم فيه من بيتر ميمي كان ممتاز. التحكم في المجاميع حاجه مش سهله ودي حاجه صعبه جدا على اي مخرج، فطبعا لازم نوجه الشكر لبيتر ميمي والمساعدين بتوعه اكيد لان لازم يبقى ليهم دور في حاجه زي كده. المجاميع الناس ديت كلها اتدربت على الخيول، اتدربت على شكل الاشتباك بالسيوف، اتدربت على ان هي لما تقع بطريقه معينه وبعدها تشتبك بالسيوف او بالسكاكين بطريقه معينه. كل ده طلع بشكل ممتاز. انت حتى لو بصيت في خلفيه اي حاجه اي معركه او اي ثنائيه بين اتنين مش هتلاقي الموضوع ورا اي كلام، لا هتلاقي فيه فعلا ناس بتتخانق، الناس دي فعلا بتشتبك في حرب كبيره قوي بين جيشين كبار. واضح ان بيتر ميمي كان عامل حلقه حلوه جدا والحلقه دي فعلا هتعيش ومهما اتكلمت عليها مش هقدر فيها حقها. التجهيز للحلقه دي كان باين قوي من حلقتين قبلها وده ينسب ويحسب يعني لعبد الرحيم كمال ان هو قاعد مجهزنا ومخلينا على اعصابنا.
الحرب هتيجي امتى، المشاهد والاشتباكات والحلقه اللي هي على سكيل كبير قوي هتيجي امتى. فخلانا قاعدين متشوقين، ولما جت كانت ممتازه وكانت حلوه جدا. حتى دور ابراهيم، الشخص اللي هو يعني مش كبير قوي، بس كان متجهز له قبلها بحلقتين، بنشوفه بيرازي شويه في الجنود صحابه وهم يرازوا فيه، فنبدا نتاثر بيه شويه او نتعاطف معاه شويه. حتى مشهد موته اللي هو يعتبر مش شخصيه مهمه كان مؤثر، وده برضه يحسب لعبد الرحيم كمال الكتابه المتميزه فيه. تصوير الدرون بقى اللي احنا بنستخدمه كتير قوي في الافلام او المسلسلات بتاعتنا، بنستخدمه على الفاضي وعلى المليان. لو احنا معانا درون فبنستخدمها من فوق عشان نجيب منظر كده وشكل وحركات. اللقطه دي في الحلقه دي بالذات كانت حلوه، استخدامه كان عشان يبين حجم الخراب اللي الحشاشين قاموا بيه في الجيش بتاع سلطان شاه. ان الخيم بتاعته كلها ولعت، ان الناس كلها منظر الجثث وهم جايبينها من فوق بيبقى مؤثر اكتر، بيوضح اكتر الخراب اللي حصل. بدل ما تجيبه من الجنب مش هيبان، لكن من فوق اما تجيب اريال شوت كده بالدرون ده بيبان. فكان الاستخدام فعلا حلو قوي، ومش كتير بس كويس، كان مستخدم حلو. نتكلم بقى على حاجه هي يعني الناس مش هتقدرها قوي، او الناس في النص ما بتاخدش بالها منها قوي، هو تصميم الانتاج. الست اللي احنا بنصور فيه، شكل المدينه بتاعت اصفهان اللي احنا بنخش السوق بتاعها وبنشوف شكل المباني والعماير، شكل القلعه بتاعت ألموت من بعيد ومن جوه، من شكل الابراج، السلالم، شكل السلطان بتاع الشاه نفسه، القصر بتاعه شكله عامل ازاي. كل ده متنفذ بطريقه هوليوديه شويه، يعني الموضوع حلو قوي وجميل قوي، في مجهود، في انتاج طبعا، لانه واضح ان هو متكلف كتير قوي عشان تعمل كل الحاجات دي. شكل الخيم، شكل العساكر، اللبس بتاعهم نفسه، المكياج نفسه، كل ده حلو طبعا. المكياج حلو بس يعني هو النقطه بتاعت باروكه عمر الخيام دي هتفضل برضو مستفزاني مهما عديت بالحلقات، كل ما بشوفه شكلها وحش جدا يعني. بس ما علينا، برضو يعني هو اوفرول الموضوع كله حلو قوي ومتميز قوي. الاضاءه بقى والتصوير اللي احنا اتكلمنا عليهم قبل كده، انا حابب بس يعني ان انا اقول عليهم تاني وازود تاني ان قد ايه هم كويسين. والطريقه اللي احنا استخدمناها يمكن في حته من الحلقات بتاعتنا لما كان في لقطه احنا بنصور في اوضه كل مصدر الاضاءه فيها هو عباره عن شمع، توزيعة الشمع نفسه دي حاجة كويسة. وان انت تستخدم حاجة زي كده، انت دي محتاجة جرأة، ان انت تبقى مش معتمد على شكل اضاءة او مصدر اضاءة خارجي والمصدر ده انت متحكم فيه، لا ده مجرد شمع بس انت موزعه صح. فيعني حاجة بس كده لمدير التصوير اللي هو حسين عصر، ان قد ايه انت عملت حاجة حلوة قوي كاستخدام للاضاءة واستخدام للتصوير بتاعك. يمكن بقى احلى لقطة او احلى شكل او اللقطة اللي هتعلم مع الناس كتير قوي هي شكل الحصنة اللي هي بتجري وجرى كور من النار عشان تحرق الخيم وتحرق الناس. اللقطه دي انا ما شفتهاش في مسلسل قبل كده او في فيلم قبل كده. انا شفت افلام حربي ومسلسلات حربيه، ويمكن اشهر حاجه كمان كان جيم اوف ثرونز. انا مش عارف بصراحه مين صاحب الفكره، بس الفكره عبقريه، ومش عارف هي ليها دليل تاريخي او سند تاريخي او لا يعني. بس منظر الحصان بصراحه هو جاي والاضاءه والحاجات دي يعني طلعها مشهد حلو قوي. والحلقه ال11 برضو مهما اتكلمت عنها هي تقريبا من احلى الحلقات اللي اتعملت، ابالغ شويه يعني، في تاريخ الدراما كاشتباكات مش كدراما بس يعني. بس هي فعلا كانت حلوه قوي، ومشهد الكور دي كان حلو يعني. كان عبد العزيز بقى هو ظهوره قليل، مش عارف ده على اساس ايه يعني. هو المفروض ده حسن الصباح البطل بتاع المسلسل بتاعنا، بس يعني هو ظهوره قليل بس حواره على قد ما هو قليل برضه، بس هو مؤثر وكويس جدا في المسلسل بتاعنا. واحمد عيد برضه ظهوره كان قليل قوي، ابتدى يزيد دلوقتي، فدينا متشوقين نعرف ايه ايه الاحداث بتاعته وايه الارك بتاع الشخصيه بتاعته، هنشوف منه ايه تاني في الاحداث اللي جايه. يمكن بقى حته الدقيقتين اللي هي بتبقى في اول الحلقات بتاعتنا انا شايفها بصراحه فكره عبقريه قوي. فكره ان انت مش بتجيب راوي يفكرك باللي حصل، هو انت بتجيب واحد بس كده يقول لك ايه اهم الاحداث، عشان انت داخل دلوقتي من الحلقه بتاعتنا او المسلسل بتاعنا، فانت عايز تفتكر حاجه بسيطه من اللي حصل قبل كده. فدور ان هو احمد الرافعي اللي هو ممثل مشهور وكان ليه دور في الاختيار قبل كده، ان انت تستخدمه صوته مميز شويه، وطريقه السرد وطريقه القصه نفسها حلو، بتفكرك بالاحداث اللي فاتت مش كلها طبعا لان مش عايزين نفتكر كل حاجه، بتفكرك بالحاجات المهمه بس اللي احنا هنفتكرها ومحتاجينها في الحلقه الجديده بتاعتنا. طبعا بقى انا التتر مفيش مره انا بعديه، مفيش مره انا مش مهتم بيه. التصميم بتاع التتر نفسه من كل الناس اللي اشتغلت، الديزاينرز اللي اشتغلوا على تصميم التتر نفسه ممتاز. وكالعاده طبعا يعني انا وائل الفاشني بحبه جدا، واستخدام رباعيات الخيام كان ممتاز. فالاغنيه اللي طلعت ديت في الاخر كانت حلوه قوي. مستني اعرف بقى المسلسل ازاي هيعوض ان في شخصيتين مهمين دلوقتي ما بقوش معانا. شخصيه نظام الملك اللي بيقوم بدورها فتحي عبد الوهاب، وشخصيه سلطان شاهر اللي بيقوم بدور اسلام جمال. الشخصيتين دول كنا خلاص دخلنا في القصه بتاعتهم، في الحياه بتاعتهم، عايزين نعرف هيعملوا ايه بعد ما اتعلقنا ليهم هم راحوا. فدلوقتي في فراغ هيحصل في المسلسل وفي اللاين نفسه. دلوقتي الناس دي كانت بتاخد وقت من القصه ووقت من الحلقه ووقت من انتباهنا، ويعني كانوا بيشدوا انتباهنا بالحلقه. دلوقتي ما بقوش موجودين، فانا هعوضهم بايه؟
من الواضح ان في الحلقه او الحلقتين اللي فاتوا الشيفت راح ناحيه شخصيه زيد بن سيحون اللي بيقوم بدورها احمد عيد، او شخصيه برزك اللي بيقوم بدوره سامي الشيخ. انا متشوق اعرف هيعملوا ايه، وممكن يبقى فيه يعني شقاق او يعني مشاكل بين جماعه الحشاشين، بس اتمنى ان هم يقوموا بالدور ده احسن، وان هم يقدروا يسدوا الفراغ اللي سابوه الشخصيتين اللي فاتوا. ولو الحلقه عجبتك ما تنساش تقول لنا برده في الكومنتات، ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب عشان لسه هنتكلم في حاجات تانية المره الجايه. نتقابل بعدين، رمضان كريم.